بالراحه بس عليها عشان ما تقعش. شاطر. بس خلاص سيبها بقى، سيبها بقى، سيبها بقى بعد اذنك لو سمحت. خلاص. البوسة فين البوسة؟ البوسه فين؟ البوسه بتاعت ماما يعني. تعالى بوسني وانا اقول لك ما تبوسنيش. يعني تعالى اديني بوسه. لين لا لين انت بوستها خلاص، ما تخنقهاش يعني. خلاص خلينا حلوين. يا ماما. كتر السلام بيقل المعرفه يا عمر. شويه شويه كده عشان ما تضايقش. حاضر تعالى هات بوسه ليا انا. بص احنا هنتفق على اتفاق قدام خالتته. هنتفق على اتفاق قدام خالتته عشان يقولوا عمر شاطر مش نوتي. تمام؟ عيب كده. دخل بقك جوه، دخل لسانك جوه قصدي. حلوه، دخل بقك جوه دي. اولا هنسمع الكلام. تاني حاجه ودي الاهم، ندخل الحمام يا ميرو. ماشي. الكاكا فين؟ الكاكا فين؟ ما بهزرش. الكاكا فين؟ بوسي. يبقى بس احنا اتفقنا ان الكاكا في البوتي وهنجيب لعب كتير. تمام؟ البدايه حابه اقول بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. بشارككم يومياتي بكل تفاصيلها زي ما انتم متعودين معايا، فعاوزاكم تحطوا لايكات كتير وتشيروا الفيديو ده في كل مكان وتدعوا لي دعوه حلوه في التعليقات. واي حد بيتفرج عليا جديد لسه مشتركش معايا في القناه، اتمنى ان هو يشرفني ويشترك عشان عيلتي تكبر بيكم اكتر. كالعاده يا اخواتي الثلاثي المرح ورايا في كل مكان، مشغله لهم الشاشه جوه بس هم غاويين يعملوا لي توتر عصبي. عارفين لما تبقي قاعده احنا وراكي وراكي؟ انت معقوله؟ بس هديه سيبها لها. مهما احاول اوصف لكم حالتي الصحيه الفتره دي عامل ازاي، محدش هيقدر يعني يستوعب الوضع اللي انا فيه. يا بنات انا في وضع يعني والله العظيم اللي يعلم بيا ربنا. والله والله ما حد حاسس بيا ولا بتعبي. وفوق التعب الجسدي التوتر العصبي اللي انا بقيت فيه. بقيت بتوتر من اقل حاجه، خلقي ضيق جدا، مش قادره فعلا. فعلا والله العظيم ما قادره. انا واصله لمرحله ان انا مش مستحمله. عارفين اللي هو مش مستحمله، اعصابي بايظه ومتوتره دايما. بقيت بتعصب يعني بسهوله جدا. في حاجه غريبه جدا في بطني انا مش مستوعباها. شكل بطني اختلف 180 درجه، زي ما يكون في حاجه في بطني يعني منفوخه قوي. غير شكل بطني وهيئتها مختلفه. والله العظيم والله ان انا ما بكذب عليكم. شكل بطني، هيئه بطني ووضعها مش تعب قولون، مش وجع وسيله، لا. شكل بطني متغير وشكله مش طبيعي بالمره. وانا تعبانه يعني. انا في وسط كل اللي انا فيه ده انا فعلا في ضغط شديد جدا. اللي شايف الفيديو اللي نزل على القناه الكبيره، اسفه لو انا بقطع في الكلام ومش عارفه حتى ان انا والله العظيم بنسى انا عايزه اقول لكم ايه. والله بنسى من يعني من التشتت الانتباه اللي انا فيه مع اولادي. ربنا يا رب يهديهم ويحفظهم ويا رب يرزق كل مشتاق للذريه الصالحه. عايزه اقول لكم بقى اللي شاف الفيديو اللي على القناه الكبيره وبيقول لي يا نور عمر والبامبو مش مكسوفه من نفسك، لدرجه ان في ناس واخده الموضوع بسخريه، يعني بيستخفوا دمهم عليا او بمعنى اصح كده يعني. مش فاهمه يعني والله العظيم اتكلم اقول ايه. بس الموضوع لا هو هزار ولا هو استخفاف بتعب البني ادمين ولا اي حاجه. الموضوع كله ان قلتها مليون الف مره، كل طفل غير التاني يا جدعان. انتوا بتحاسبوني على حاجه انا ماليش يد فيها. اما التربيه التعليم، ما هو لو كل طفل رفض وسبناه ما هو مش عارفه ايه. حبيبتي الموضوع ما بيتحسبش كده. قلت الف مره ان ممكن يكونوا اتنين اخوات ومختلفين في الطبع، مختلفين في سمعان الكلام. ما ينفعش عشان انت عملتي كذا يبقى لازم عيال نور هيعملوا كذا او هيمشوا على نفس النمط. انت تشوفي انا يعني، انت بتشوفي انا بعمل ايه مع عيالي؟ بتشوفيني وانا متذنبه بالنص ساعه قاعده قدام باب الحمام، شويه جوه وشويه بره، ومحايلات وشويه بالزعيق وشويه بالشخط وشويه بالضرب. انت بتبقي معايا في ده. انا صورتلك في كل مره بحاول معاه وبدخله وبقعده على البوتي وبحاول ان انا اعلمه وبتكلم معاه او بعاقبه. هطلع في نظرك ام غبيه وقلبي جاحد وان انا خلاص انت ما بتستحيش، ان لم تستحي افعل ما شئت. مش هترحميني والله، ما هترحميني ولا هتحس بيا برضو.
هكون انا في فتره التدريب والتعليم هتقولي لي احتفظي بيها لنفسك. يعني اللي انت عايزه تعمليه ده اعمليه من بره الكاميرا، مش لازم تورينا. فانا مش بوريكي ده، انا مش بوريكي تعبي ده، مش بوريكي لما دماغي بتكلكع وبتورم وانا قاعده بالنص ساعه محايلات وفتح ميه وقفل ميه، واجري على المطبخ اجيب البامبوني واحطه قدام باب الحمام واقعد اتكلم واقعد اشغل اغاني من بره الباب واقعد اقول شاطر ونسقف وبوتي وموتي. انت بتبقي معايا بتشوفي معاناتي، انت بتحكمي عليا بمناسبه ايه؟ هو احنا هنقضيها سخريه على بعض؟ انا في داخل الفيديو بتكلم على حاجه تانية خالص. اصعب مرحله مع بنتي مرحله الفطام من العاده السيئه اللي هي بتعملها، وللاسف هي مش بنتي بس، انا باديه كمان مع الصغيره الكبيره، بس انا باديه كمان مع بنوتي الصغيره اللي بالحال اللي انتوا شايفينه ده، شويه الصباع ده شويه الاتنين شويه صوابعها كلها. بعمل ايه عشان مش عايزه برضو ان انا احرمها من لمس الحاجه، وان المفروض هي اصلا في الشهور اللي هي فيها دي تكون بتتعود على لمس الحاجه، ان هي تمسكها تحطها في بقها. مش عايزه احرمها من ده. انا وصلت بيا المرحله ان حد كان كاتب لي في التعليقات يا نور ده انا خيطت لبنتي الكمام، والله العظيم ان انا لسه مغيره لها هدومها النهارده ومحمياها. فمسكت امبارح التيشيرت اللي كانت لابساه خيطت كمامه. يا جدعان انتوا مش حاسين بحد، يا جدعان انتوا بتتكلموا من فراغ. انا بنتي بصوا بله كمامها عشان بتحط ايديها في بقها، وعشان عايزه افطمها من العاده دي وهي 9 شهور وملهاش ايد معينه بتحطها في بقها، هي بتحط ايديها كلها ال5 دول وال5 دول، بتحط الايد الاتنين في بقها، بتبدل ما بين التنظيف والترتيب والترويق. ما بنجزت حاجات محتاجه ان انا اعملها. احيانا بيجي عليا الوقت ما بقدرش ادخل المطبخ اعمل فيه اكله بسبب ان انا خلاص بكون وصلت لمرحله من الارهاق والتعب طول الوقت وانا قاعده وسطيهم عشان بس اشوف احتياجاتهم والتزاماتهم هم، من تغيير هدوم لتغيير بامبو اللي انا مش مكسوفه اللي انا بقولك ان انا بغيره، لان انت مالكيش حاجه عندي لا مؤاخذه. يعني انا مش على راسي بضحى، انا واحده يوتيوبر، يعني انا ببقى عارفه انا بقدم ايه. اصل انت مش مكسوفه وانت بتقولي البامبو، لا اتكسف ليه؟ ما في اطفال بتتاخر شويه في ان هي تقلع الحفاضه. حضرتك انت ليه محسساني ان انا خارقه؟ انا مش من كوكب اخر على فكره. انت فتشي وسط عيلتك هتلاقي ان في ناس اتاخرت عادي، عيالهم متاخرين عادي، مفيش اي مشكله. انت بس اللي مكبره الموضوع، حضرتك انت اللي مكبره الموضوع. انت ما بتحاوليش مين قالك ان انا ما بحاولش؟ انت عايشه معايا، انت قاعده معايا ال 24 ساعه، انت ما بتحاوليش مع ابنك، انت سايباه هو اللي ممشيكوا. حبيبتي انت عايشه معايا ال 24 ساعه، في ال 24 ساعه بتحكمي عليا من خلال فيديو 10 دقايق ولا ربع ساعه، بتحكمي عليا في ربع ساعه. يا ستي الربع ساعه دول انا بصورهم لك في ساعه ونص او في ساعه، هتحكمي عليا طول اليوم في ساعه ونص؟ انت مش حاسه بيا لانك عمرك ما هتبقي في وضعي اللي انا فيه دلوقتي. مش لازم كل الاطفال تكون زي بعض يا جدعان، قلتها مليون الف مره وبقولها للمره المليار، مش لازم كل الاطفال تكون زي بعض. مش عشان خاطر حضرتك شاطره يبقى انا لازم اكون شاطره زيك، عادي ممكن يقع مني حاجه، ممكن اقصر غصب عني، عادي يا بنات عادي، وكلنا لينا مقدرات صحيه. انت بس خايفه تقلعيه عشان خاطر ما يبهدلكيش السجاد. طب ما هو من حقي حضرتك، احنا في شتاء حضرتك، ما احنا في شتاء. انا لما اقعده يبهدل لي الفرشه اللي احنا بننام عليها ويبهدل لي الدنيا لا، وهو معاند وهو اصلا الطفل عنيد، انا استفدت ايه؟ ههلك صحتي في التنظيف 24 ساعه؟ انا هموت، انا مش بس هنهار، انا هموت. يعني حضرتك انت، يعني انا مش مستوعبه ارد عليكم ازاي بس بجد. فعايزه اقول لكم ان انا في حاله من الانهيار، والله العظيم ربنا اللي عالم بيا. انا وضعي صعب جدا جدا جدا، بالذات في لحظات تعبي، ان انا تعبانه ومحتاجه اصلا اللي يراعيني. فانت بتطلبي مني المستحيل في وقت غلط. انت مش حاسه بحاجه، انت بتتكلمي من ورا شاشه بس انت مش في وضعي. انت مش في النهايه حابه اقول ما تحكميش على حد من ورا شاشه ولا 10 دقايق ولا ربع ساعه هيخلوكي تحكمي عليا طول اليوم. انا ببقى عامله ازاي وسط عيالي، بالذات في لحظات اكلهم دول. انا بيجيلي فعلا انهيار من، يعني مفيش ام بتحب تشوف ابنها مش نظيف. يعني بنات نرحم بعض شويه، يعني نرحم بعض عشان بجد كده حرام. فربنا يا رب يعيننا جميعا كأمهات، وربنا يراضي كل مشتاق ويرزقكم الذريه الصالحه. مش هطول عليكم اكتر من كده لان انا اصلا
والله العظيم يعني انا بقطع في الكلام، انا مش عارفه اتكلم اقول ايه. فمن الاخر محدش هيحس بحد. هسيبكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامه. لا